بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة دلوقتي 1:15 صباحا، يوم الأحد، الموافق 1 فبراير 2026. وبداية فبراير دي مناسبة سعيدة بالنسبة لي، لأن هي يعتبر أو هي يوم مولدي. فاليوم أكملت 55 سنة، وأتمنى هيكون أغلبها في طاعة ربنا، وما بقى من العمر أتمنى يكون في طاعة ربنا، ولم أسيء، ويجعل أيامنا كلها سعادة. وأشكر كل من هناني، وإخواني وإخواتي وأصدقائي وكل أصدقائي في مصر وكل الدول العربية. وربنا يجعل الأيام القادمة كلها بخير على الجميع بإذن الله. أنا النهاردة يعني البث بتاع أو الفيديو ده برضه هخصصه في الجزء اللي أنا في تخصصي في مجال الفكر التسويقي، لأن ما زال فكرة إساءة وسوء فهم لمعنى ومهام الفكر التسويقي. في ناس كتير واخداه مرادف اللي هو مبيعات، واخداه مرادف إعلانات، واخداه مرادف مؤثرين، لدرجة هم متخيلين يعني ده شيء يعني وجوده ازاي عدمه. ودايما الواحد بيحاول دايما يشيل أي لبس أو سوء فهم، ودي اللي دايما بنخلي اللي في ناس كتير جدا بتفشل بعدم استخدام الخدمة كما ينبغي، لأن للأسف اللي بيقدمها بيأكدوا على المفهوم السلبي ده. اللي بيقدم أو اللي داخل في كارير التسويق للأسف هم أغلبهم ناس معلبة للأسف، ناس حافظة مش فاهمة، ناس دايما بتركز على الكلام اللي احنا بنقول الحلول المسبقة أو المعلبة لكن دايما نقول إن التسويق اللي بيقدر يقدمه، وخاصة في مجال الفكر التنفيذي، دي بياخدوا مهام، بينفذوا نتاج فكر. لكن اللي بيقدم الفكر التسويقي هو بيشتغل دايما على الهدف. دايما المفكر التسويقي، مفهوم التسويق اللي انا بشتغل لك على الهدف ده، يا اما هدف انت عاوز تنجزه، يا اما هدف عاوز تحل مشاكل، يا اما هدف اللي انا عاوز اتخذ قرار مهم اقدر اعمل عمليه مفاضله ازاي. لان ماتيريال او الجزء الاساسي اللي بيشتغل عليه اللي بيحط سياسه والفكر التسويقي دايما يبقى عنده نوع من اللي احنا بنقول عليها الرياده، الابداع، الابتكار، لان كل شغل بيبقى شغال على المعلومات، بيحول كل شيء داخلي او خارجي مؤثر على النشاط، على خصوصية صاحب الخدمة مهما كان مجاله. ممكن يكون مجاله أنشطة تجارية، صناعية، زراعية، خدمية، سياحية، whatever. ممكن يكون نجم، ممكن يكون حد بيقدم خدمات زي الدكتور، المحامي، المكتب الهندسي، عيادة الدكتور، مكتب محامي، ناس شغالة في مجال خدمة التسويق العقاري والوساطة. مهما يكن النوع الخدمة أو النشاط، ما ينفعش اللي انت تلجأ لحد تنفيذي، ما ينفعش اللي انت تقرر حلول اعتدت عليها، لان احنا دايما تكون نمطي وثابت مع مؤثرات متغيرة، يبقى دي فيه اهدار رهيب جدا. انا دايما بقول ان بيقدر يملك ملكة اللي يقدر يحل لك مشاكلك، والحل دي دايما نقول مش حلول مسبقة او حاجات كوبي بيست او حاجات جاهزة او سابقة تجهيز، لا، هو بيبدأ يديك الحل الانسب والافضل. ازاي تقدر تستخدم كل مقاوماتك بناء على يقدر يحلل كويس، يقدر يجمع نقاط قوتك، ازاي يقدر يعيد تاني بلورة المميزات بتاعتك،
يبدأ يحلل الهدف بتاعك ازاي ويتحقق بشكل مرحلي ولا بشكل مباشر ولا في تكامل. حتى لو المشاكل اللي بتقابلك ويكون مشاكل مهمة، هنا الفكر. ولذلك انا لما حاولت ان انا اقول عشان الناس تقدر تستوعب، قلت ان انا احاول ان انا الناس اللي هم اصحاب المؤسسات وبالذات الانشطه اللي هي المتوسطه او اللي هو ما عندوش هيكل اداري كبير او ما عندوش يقدر يستعين بمفكر تسويق باستمرار، اللي انا قلت هدي ادوات واقدر ادي بما يناسب خصوصيته ويناسب فكره ويناسب امكانياته، اللي هو يقدر يقود ويحل مشاكله ويقدر يشتغل على اهدافه. حتى ما بيجي يستعين بحد يبقى عنده الادوات اللي يقدر يناقش، يقدر يقيم، يقدر يقرر. فكنت بعمل الحاجه دي بشكل لا نقول عليها باقات، عدد اجتماعات على مدار السنه. ببدا ان انا اديله الادوات بناء على انا حللت شخصيته، واديله الادوات اللي تقدر تدعمه في اداره نشاطه. ودايما اي نشاط، اي فرد، اي براند شخصي، لا اما عنده هدف، لا اما عنده مشكله، لا اما عنده قرار. الثلاث عناصر دول هو بيدور حواليهم. في تحدي بيقابله، في مشكله، في هدف. ازاي تقدر تتعامل معاه ده وبناء على مش حلول بتقلد ده بناء على ناس بنفس الكارير ولا بنفس النشاط ولا بنفس المجال. دي اشكاليه كبيره، ودي اللي بتوقع ناس كتير جدا في مشاكل. لكن بما يناسب خصوصيته، بما يناسب مميزاته، وكلها شغاله على الداتا، على المعلومات. ازاي تقدر تحلل المعلومات صح، ازاي تقدر تعمل عمليه ربط، ازاي تقدر تعمل عمليه بلوره، ازاي تقدر تعمل عمليه تكامل، ازاي تقدر تعمل عمليه استقراء، توقع. كل العناصر دي بتتجمع من خلال التحليلات، وبتبدا تشوف الانسب، وبتعمل بيانات اختبار، بتتعامل مع المشكله مش بشكل متكامل، لا بتجزأها ازاي، بتتعامل مع الهدف بشكل مرحلي ازاي. القرار قبل ما تاخده لازم يكون مدعوم بتحليلات ايجابيات وسلبيات القرار، البدائل، الفرص، ايه التحديات، هينجح ولا لا. القرار هل اعتمد على شيء اللي انا بقول عليه عاطفي، انفعالي، نتائج غير حقيقيه او نتائج خادعه. كل ده بيجي على المفكر، والمفكر التسويق او اللي بيتصدر الموضوع ده مش موجودين بسهوله. الناس دي ولا تنفع تجيبها من خلال الدكتور الاكاديمي معاه استاذ ولا دكتور. الاستاذ الدكتور بيدرس نظريات، لكن اللي عنده ملكه يقدر يتعامل مع الداتا، يقدر يحللها، يقدر يوظفها كما ينبغي، يقدر يعرف خصوصياتها ازاي بما يناسب الشخص، قدراته وامكانياته وهدفه، منافسته، نوع المجال. كل ده مش بتلاقيها مع ناس بسهوله. فانا قلت ان انا دايما نحاول ننبه وننوه ان التسويق ليس مرادف مبيعات، التسويق ليس مرادف اعلانات، التسويق ليس مرادف مؤثر. التسويق فكر بيشتغل على 3 عناصر: اهداف، مشاكل، قرارات مهمه. ولذلك انا قلت بنحاول احنا اللي بيطلب الخدمه بنساعده دايما يكون هو الاونر اللي بيدير مؤسسته، الشركه اللي بيدير نشاطه، البراند الخاص بتاعه. بنقدر نديله الادوات بعيد عن المنظور الاكاديمي العام، اللي يقدر يستخدمها ويقدر يفهم يعني ايه فكره تسويق ويقدر يتعامل مع الداتا ازاي. ثم يبدا يستعين باستشارات الناس اللي فاهمه قوي. ابحث عن الناس اللي فاهمه في المجال، ودول مش موجودين بسهوله. بعد ما يبقى عندك الادوات صح، تستعين بيهم بقى حسب قدرتك الماليه. كل ما كانت قدرتك الماليه عاليه استعين بيهم باستمرار، لان دول بيحموا قرارك، بيقدر يدوك حلول افضل، بيبدا يدوك طرق جديده لتحقيق هدف، سريعه، اقل تكلفه، اكتر انجاز، يقدر ينقلك نقله نوعيه. حتى مشاكلك بيقدر يحلها بشكل عالي جدا. فاحنا بنحاول دايما نوضح ونبين مفهوم الفكر التسويق. ودايما نقول التسويق اول ما مورست منذ الخليقه، وابليس مارسها مع ابونا ادم، واخر حاجه ستظل موجوده الفكر التسويقي. الفكر التسويقي هو العنصر الحاكم في كل حاجه: اقتصاد، اجتماع، سياسه، كل حاجه، رياضه، whatever. اتمنى يكون المفهوم بتاعي وصل. ومره تانية اتمنى للجميع التوفيق وعدم الخلط في المفهوم او اساءه المفهوم. مره تانية انا سعيد في الفيديو ده لان النهارده يوم سعيد بالنسبه لي، وأتمنى للجميع التوفيق والازدهار
تحقيق